حق الرد اكيد مكفول لاي جهه او شخص هيذكر اسمه في الحلقه، وده طبيعي. بس دايما انا بحب اقول الكلام ده، ولو ان الناس كلها عارفه انه في البرنامج ده الحقوق مكفوله للكل. سؤالي لحضرتك، الاسماعيلي الان في المركز الاخير، 21 نادي بيتصارعوا في بطوله الدوري ويتنافسوا في بطوله الدوري المصري. الاسماعيلي اخر من يتواجد في جدول الترتيب. مين المسؤول؟ طبعا المسؤوليات متراكمه، يعني من اول المجلس. يعني احنا عندنا قضيه من ضمن القضايا دي قيمتها 1.4 مليون، بقت وصلت 1.4 مليون دولار في سنه 2012. ماشي. مين المسؤول عن اللي بيحصل، عن اللي حاصل دلوقتي في الاسماعيلي؟ ما انا بقول لك اهو، الناس اللي تسببت في هذه الغرامات دي كلها. لا يتحمل المهندس نصر ابو الحسن اي من؟ لما تقول لي انا جاي احل، قدرت احل اللي انا احله. مشيت انا دلوقتي بقى في عندك وزير هو اللي تولى المسؤوليه من شهر 10، وزير الشباب والرياضه، محافظ الاسماعيليه بدرجه وزير. اللجنه اللي جت كانت برئاسه وزير، ورا منهم حد واخد بالك انت بدرجه وزير. الاربعه الوزراء عملوا ايه؟ ايوه بس حضرتك قعدت فتره سنتين. النادي الاسماعيلي نزل السنه اللي فاتت، ولولا الغاء الهبوط، لولا الغاء الهبوط كان النادي الاسماعيلي هبط من السنه اللي فاتت. لا، هو الغاء الهبوط ما اتعملش عشان الاسماعيلي بس، معلش انا جوه الحدوته يعني وكده. يعني انا مش عايز افتح الموضوع ده، لكن عمليه ان النادي الاسماعيلي هبط دي حاجه بدات هبط فعليا. خليك معايا بس يا استاذ ابراهيم. انا دي مقوله حتى الناس رددتها لدرجه عشان ترخصها، يعني تكرسها جوه فكر الاسماعيلاوي نفسه ان الاسماعيلي هبط. لما تقعد تتردد سنه، فالاسماعيلي لما يجي يهبط، خليك معايا بس يا باشمهندس نصر. معلش انت عارفني انا بس ببقى ايه واضح. انا بتكلم على ترتيب جدول. ترتيب الجدول ده بيقول ان الاسماعيلي هبط رسميا، ثم تم الغاء الهبوط. انا هنا بسال حضرتك على الترتيب بتاع الجدول الدوري السنه اللي فاتت. ليه الاسماعيلي حصل معاه كده وكان في اخر الجدول؟ انما مساله الغاء الهبوط من عدم، انا مش بناقشه هنا مع حضرتك. انا بناقش حضرتك ليه الاسماعيلي هبط السنه اللي فاتت. أيوة، ما هو مين المسؤول؟ ايوه، ما هو المسؤول اللي انا بقول لك عليه دوت ثقافات القيد دي وكل المديونيه. انت عليك مديونيه 9 مليون دولار. حضرتك ما تشوفش نفسك مسؤول عن اي حاجه؟ لا، انا اكيد انا بغلط، مش بس انا جاي على وضع بحاول احله. حليت 15 عقده، حليت منهم 9. حد يساعدني؟ انا الطلبات اللي انا قدمتها لوزاره الشباب والرياضه دي انها تساعدني ماليا، ما خدتش جنيه. طيب بعد ما انا مشيت بيوم جه 3 مليون جنيه للنادي الاسماعيلي من وزاره الشباب والرياضه. مش كل القرارات ماديه. ما هو انا برضو خليني اسال حضرتك بصراحه برضو، ما مش كل القرارات ماديه. انا لما ابص قدامي النادي الاسماعيلي من بعد الراحل كابتن ايهاب جلال، غيرت عدد كبير جدا من المدربين، وفي مدربين ما عادوش. يعني كابتن اشرف خضر مدرب مؤقت قعد 11 يوم بس. خليني اكمل لحضرتك وحضرتك ترد براحتك. قعد 11 يوم كابتن يوم لمده 11 يوم في سبتمبر 24 مدرب مؤقت. كابتن اشرف خضر جه مدرب مؤقت. كابتن شوقي غريب قعد 5 ايام. كابتن محمد ابراهيم، انا هرد عليك بس. كابتن محمد ابراهيم قعد من 5 اكتوبر 24 ل 13 فبراير 25. الكابتن عماد سليمان قعد 21 يوم مؤقت. كابتن تامر مصطفى طول شويه، قعد من مارس 25 ليونيو 25. الاخير الراجل الجزائري جه من 3 يوليو 25 والمجلس راح على الوقت. انا هذا كم من التغييرات غير طبيعي في الاداره. ايوه طبعا، واخد بالك. انا مقر انه طبعا لا طبعا، لان انا اصلا من يعني دايما ميال لتثبيت الاداره الفنيه، بدليل ان انا في الفتره الاولانيه مثلا انت ذكرتها الكلام ده كله في فتره قليله. ايوه ما كانش عندي تغيير، لكن انا فوجئت، واخد بالك انت، ودي مساله عملت مشكله كبيره النادي الاسماعيلي بوفاه المرحوم ايهاب جلال الله يرحمه ويحسن اليه. فكان لازم حد يجهز الفرقه، لان احنا كان الكلام ده في شهر 9 تمام سبتمبر. مظبوط 100%. لما جينا نجهز الفرقه جبنا حد من جوه النادي، الكابتن اشرف خضر، بس قعد على فكره بتاع 3 اسابيع، مش يعني هو اللي عمل فتره الاعداد يعني من 11 ل 21 يوم. الكابتن شوقي غريب احنا ما تعاقدناش معاه اصلا. تم الاعلان؟ لا يعني لا، ولا تم الاعلان، ما تعاقدناش معاه. انا ما مضيتش ورقه عليها الصفحه الرسميه يا فندم اعلنت. الصفحه الرسميه للنادي الاسماعيلي اعلنت. ايوه الصفحه الرسميه اعلنت، واخد بالك. وجينا ساعه جلسه التوقيع حصلت مشاكل تاني برضو بين الاعضاء، واخد بالك. والناس يعني غيروا رايهم. مين اللي غير؟ مجلس الاداره. هو قرار قراري.
طيب معلش هنا عشان كده سالت حضرتك، قلت لك انه مش بس القرارات امور ماديه، هنا قرارات فنيه. النادي الاسماعيلي لما باجي اعلن رسمي عن مدير فني، انا هنا اتفقت معاه وخلاص، خلصت موضوع الفلوس وهو شكل جهازه واحنا خلصنا كل حاجه وبنعلن الاعلان الرسمي. لا ما كانش شكل جهاز. ايوه يا فندم، ما هو ده اللي المفروض يحصل، ده ما حصلش ليه؟ ايوه ده اللي انا ما حصلش. ما انا دي يعني حاله، يعني ظرف معين كده واخد بالك، وتم الاعلان فيه والقرار بتاعه. ظرف ولا أيوة. خطا؟ لا خطا. بس يعني انا مش عايز اقول انا ده خطا من المجلس، انا ما كنتش موافق، بس عشان تبقى عارف. مش موافق ان الكابتن شوقي يجي ولا كنت موافق ان الكابتن لا اصله لا، القرار اتاخد في مكان ما وجه املى على المجلس عدد معين، اصبحوا هم اغلبيه فخدوا القرار، بعدها بيومين ولا يوم اصبح في اغلبيه عكسيه واخد بالك، بس واخد بالك في كده. هو ده المجلس اللي انا كنت فيه. بس في نقطه اقول لك عليها، رغم كل المشاكل اللي كانت بس بين افراد، انا صعبان عليا قوي جماهير النادي الاسماعيلي. ايوه طبعا اكيد قرارات بالشكل ده. لا بس يعني خلينا اللي يمس واخد بالك انت حاله النادي الاسماعيلي، بس عشان تبقى عارف مشكلته ما كانتش فنيه بس، مشكلته الاهم اللي هي الديون، لانه كان هيهبط بقرار من الفيفا. يعني السنه دي مثلا من 100 شهرين هو الحقيقه انه هبط السنه اللي فاتت. ايوه بس يعني والحقيقه انه السنه دي كمان هو ما هو في حاجات انت ممكن تتعامل معاها وفي حاجات مش ممكن تتعامل معاها. زي لو القرار ده كان جاي لك بالفيفا كنت هتقدر تلغيه؟ لا خلاص واخد بالك. فانا كان لازم اوقف الفيفا، يعني ما وصلش النادي الاسماعيلي لدرجه ان يصدر ضده قرار من الفيفا. مين بتحمله هذا الكم من الايقافات عشان اقفل قصه الايقافات، اعرف اتناقش معاك في اللي تعاقد مع اللعيبه ديت. مين بقى؟ المجلس اللي قبل مني، مين؟ هو مجلس يحيى الكومي. مهندس يحيى الكومي. تحملوا كل ما ايوه طبعا تحملوا كل ما طيب هذا الكم من التغييرات في الاداره الفنيه تحمله لمين؟ بعد لمجلس الاداره. بس في نقطه بس، عشان احنا مرينا بظرف طارئ اللي هو وفاه الكابتن ايهاب، هو اللي عملت اللخبطه دي كلها. لكن احنا مثلا في بدايه الموسم ده، قبل بدايه الموسم جبنا الفرنسي ميولود حمدي واتفقنا معاه وادينا له كل حاجه وسبناه. لكن في الفتره دي كان في فتره تخبط، لان كان في مجموعه عايزه سين ومجموعه عايزه صاد. اللي قال انا مش عايز علي ابو جريشه دوت، هو اللي قال انا عايز المدرب دوت وجري. طيب هي مش الكابتن علي ابو جريشه، حضرتك صحح لي لو انا غلطان، هو بمثابه لجنه الكوره صح كده؟ هم اللي المفروض بياخدوا القرارات. قول لي اي من هذه الاسماء جابتهم لجنه الكوره؟ كابتن اشرف خضر، كابتن شوقي غريب. لا هو اشرف خضر ماشي، ده كان متفق عليه لان كان في فراغ. حلو، فكان لازم حد يكمل. يبقى هنا ده كان في دور واضح للجنه الكوره. صح. كابتن شوقي غريب حضرتك قلت لي حصل المشكله بتاعته. كابتن محمد ابراهيم مين اللي جابه؟ ده لجنه الكوره بقى. لجنه الكوره. كابتن عماد سليمان. ما هو كابتن حمد استقال، مش انا اللي مشيته. استقال ليه؟ وهو حس ان هو مش قادر خلاص، يعني وصل لمرحله ان مش ماشيه معاه. قعد ليه الكابتن عماد سليمان؟ لا ده الكابتن عماد جاي برضه انه يسد فراغ في فتره معينه. الكابتن تامر مصطفى. الكابتن تامر مصطفى برضه عقده خلص بعد 4 شهور. ايوه، لان احنا كنا متفقين معاه على نهايه الموسم. الاسماعيلي هيعمل ايه عشان يخرج من الازمه اللي هو فيها دلوقتي؟ الازمه بتاعت ان هو ممكن يهبط. انا بقول لك انا كنت قادر على حل القيد وكان عندي الفلوس، او كنت شايف الفلوس اللي كانت هتجيلي وكانت واضحه وبتاع. واخر حل ممكن اعمله ان انا كنت في 2 لعيبه كانوا هيتباعوا ب 60-70 مليون جنيه، كنت هحل بيهم المشكله واخلص منها واجيب 11 لعيب. كنت متفق على 5 لعيبه اجانب. على فكره جميع المراكز اترسمت ومعروف ان احنا هنجيب فلان هنا وهنجيب فلان هنا وهنجيب فلان هنا وهنجيب فلان هنا. 5 لعيبه اجانب و6 مصريين. الا يستطيع المهندس ناصر ابو الحسن بما لديه من افكار حضرتك بتقولها لي دلوقتي انك تمد ايدك للناس اللي موجوده في النادي في الاسماعيليه خالص؟ لا انا الاسماعيلي عندي رقم 1. كويس. انا سكت لما بقول لك انا دي الافكار ودي الحاجات اللي تحل مشاكل النادي الاسماعيلي. طب احنا دلوقتي خدنا النادي الاجتماعي. ايه اللي تم في النادي الاجتماعي؟ ساعدهم. ايه؟ اساعدهم ازاي؟ اذا كان اصلا مفاتيح النادي الاجتماعي ما خدهاش النادي الاسماعيلي لحد دلوقتي. مع مين؟ ما اعرفش والله ما اعرف. طب ما فيش محضر اللي الاسماعيلي مضى عليه انه استلم النادي الاجتماعي، المحضر مش موجود في النادي الاسماعيلي، مع ان لازم يبقى في محضر الاستلام وفي مستندات تانية خاصة بالتكلفة المالية عشان تتحط في الميزانية ويضاف إلى الأصول بتاعة النادي. كل ده مش موجود في النادي الإسماعيلي. مفاتيح النادي الإسماعيلي الاجتماعي مش موجودة في النادي الإسماعيلي. أتحدى أنها لو كانت موجودة في النادي الإسماعيلي. الإسماعيلي عند حضرتك رقم 1
وكان عند كل الناس. ايوه انا مستعد. انا لما مشيت سكت على اساس قلت طب كويس، انا المشكله عندي انا، الناس دي مش عايزاني، يقفوا جنب الاسماعيلي، يدوا بقى النادي الاجتماعي دوت، تيجي شركه تديره وتيجي شركه تمول عضويات وياخدوا منها فلوس زي ما احنا كنا هنعمل. حتتين الارض دول ياخدوهم، لكن يدنهم يفصلوا فينا. ما الذي لحظه بس يفصلوا فينا ان الارض بتاعتنا ولا مش بتاعتنا لحد دلوقتي. كل واحد يجي محافظ يجي يقول الارض دي بتاعتي، بتاعتكم ولا مش بتاعتكم؟ عشان ايه يعني؟ ده النادي المصري ما كانش له استاد اصلا. الاستاد بتاع بورسعيد ده كان استاد تابع لمديريه الشباب والرياضه في بورسعيد. الدولة اديته للنادي المصري، الدولة عندها استعداد تساعد الأندية الشعبية، اديته للنادي المصري، ولما النادي وصل لمرحلة صعبة بتعمل له استاد جديد. أنا النادي لحد دلوقتي بيتخانقوا معايا عليه ويقولوا إن النادي ده الاستاد مش بتاعكم. ما خدتش دعم من الوزارة؟ لا خالص خالص خالص، ولا مليم ولا جنيه. ولا المحافظة؟ المحافظة ادتني 5 مليون قبل ما امشي بشهر. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. اللي شاغل بالي في هذه اللحظه يا باشمهندس نصر جمهور النادي الاسماعيلي فرقته في المركز الاخير. طبعا خد بالك، بس كل ده نتيجه التراكمات دي، التراكمات الماديه دي كلها هتجيبك. اقول لك على حاجه خطيره. اروح لفاصل وتقول لي على حاجه خطيره بعد الفاصل. يلا فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا.